السلام عليكم. فيديو النهارده هيكون عن بطولة ارنولد كلاسيك واللي اتلعبت فجر امبارح، وعلى عكس ما كل الناس كانت فاكرة وانا اولهم ان راموندينو هياخد المركز الاول، للاسف راموندينو اخد المركز الثاني. خلينا كده نشوف شوية فيديوهات من البطولة ونتفرج على المستويات بتاعت اللعيبة كانت عاملة ازاي، ونشوف ويسلي صاحب المركز الاول الكونديشن بتاعته والباكجينج اللي جاي بيها البطولة دي كانت عاملة ازاي اصلا. من غير ما نطول اكتر من كده يلا بينا نخش على الفيديوهات على طول. طيب خلينا نبص كده على اول فيديو من البطوله. معانا على اقصى الشمال ايرس، ومعانا على اقصى اليمين بريون، وجنبه ريموندينو، وجنبه ويسلي هو اللي حصل على المركز الاول السنه دي، وبصراحه يستاهل. انا شايف ان ريموندينو السنه دي مش في احسن كونديشن ليه. خلينا نقف شويه في السايد شيست كده ونحلل الاربع ابطال اللي قدامنا دول. وانا من وجهه نظري كحجم ويسلي، كنشافة ويسلي، انا شايف ان رجل ويسلي ما فيهاش تفاصيل كتير. شايف ان راموند رجله اكبر وفيها تفاصيل اكتر، بس برضو السايد ده ويسلي اللي هيكسب فيه. طيب خلينا ندخل بعد كده على الدبل باك بايسبس، وخلينا نقف هنا شوية ونقول ان اللاتس عند ويسلي قصيرة بس عريضة. لو جيت بصيت لللاتس بتاع بريون هلاقيها ان هي اللاتس ماسكه من تحت، بس كافضل لاتس حجما ويسلي اكبر طبعا منهم كلهم. وبصراحه ما شاء الله اصلا الدبل باك بايسبس هو مميز جدا فيه اصلا، وكان شافه هو انشف من روموندينو واقوى من روموندينو حجما في السايد ده تماما يعني. طيب خلينا نخش على السايد بعد كده، اللي هو السايد المميز عند كل لاعب فيهم، او السايد اللي كل لاعب فيهم بيحبه. وانا شايف ان اجمل واحد في السايد ده ريموندينو، بس ككونديشن وكحجم عضلي وكنشافة ويسلي طبعا يتفوق عليه. طيب خلينا بقى نخش كده على الاربعة دول بقى، بس على الرجل فقط. عندنا فوق على اقصى الشمال البطل ريموندينو، وجنبه البطل ويسلي، وتحت ويسلي على طول الدب الروسي ايرس، وجنب ايرس بريون. في الوضع ده بصراحة يعني يا جماعة الرجول، بص أنا شايف قدامي 4 تحف فنية. بصراحة الاختيار بيبقى صعب جدا في حتة زي دي، بس أنا شايف هنا إن رجل ريمون هي أكبر واحدة فيهم، مع إن رجل بريون فيها تفاصيل من كوكب تاني حرفيا. وجيت بصيت على سمانة ايرس هلاقي اضعف سمانة فيهم كلهم. فانا في الرجل من وجهة نظري احسن رجل فيهم هي رجل ريمون، يليها رجل بريون، يليها رجل ويسلي، يليها رجل ايرس. خلينا بقى ننتقل لاكتر عضلة الناس كلها بتحبها، البايسبس. طيب البايسبس عندنا على اقصى الشمال فوق ريمون، وتحته بريون، وجنب بريون من تحت البطل ايرث، وفوق ايرث على طول البطل ويسلي. طيب هي اجمل بايسبس هنا ويسلي من غير كلام، لان البايسبس بتاعت ويسلي من غير ما ابص على اي بايسبس تانية شبيهة جدا بالبايسبس بتاعت ارنولد. فما شاء الله البايسبس عنده مميزة جدا جدا جدا. والبايسبس الاجمل من بعد ويسلي هتكون بتاعت بريون طبعا، وبعد بريون هيكون ريموندينو، وبعد ريموندينو هيكون ايرث. طيب خلينا نتكلم شويه عن ايرث اللي اصلا ما كانش بيخش التوب 3 في البطوله دي كل سنه. ازاي قدر ان هو يجي السنه دي بكونديشن يتفوق عليهم كلهم ويكتسح المركز الاول بدون منافسه اصلا من اي حد فيهم؟ خلينا اقول ان رامون السنه دي مش في اقوى مستوى ليه، بالعكس المستوى بتاع السنه اللي فاتت لريموندينو كان افضل من السنه دي بكتير، وده في حد ذاته هيحط قلق على ريموندينو في المستر اولمبيا الجايه، وممكن اصلا يطلع بره التوب 3، ياخد هو المركز الثالث في مستر اولمبيا الجايه لو كريس بومستيد شارك طبعا. هنا نشوف التحول الخرافي اللي حصل للبطل ويسلي على مر السنين اللي فاتت دي. طيب انا هنا معايا البطل ويسلي في 2018 على الشمال، وفي 2024 على الشمال. انا مش محتاج اتكلم حرفيا، انا مش محتاج اتكلم عن النشافه ولا عن الحجم اللي هو زاده في الكام سنه دول. بجد ده عمل مجهود خرافي حرفيا، هو يستاهل المركز الاول ده باكتساح من وجهة نظري ومن وجهة نظر الحكام ومن وجهة نظر العالم كله. فهو ويسلي يستحق المركز الاول باكتساح. طيب خلينا بقى نحط التاتش بتاعنا في البطولة دي ونشوف لو كان كريس بومستيد بينافس معاهم في ارنولد كلاسيك السنة دي كان ايه اللي هيحصل. هل كان ويسلي هيقدر ياخد اللقب في البطولة دي من كريس بومستيد، ولا كريس بومستيد كعادته هياخد المركز الاول في البطولة دي كمان؟ خلينا كده نشوفهم جنب بعض. ده كريس بومستيد بالكونديشن اللي كان نازل بيه السنه اللي فاتت في مستر اولمبيا،
واللي جنبه البطل ويسلي. طبعا انا خايف اقول لكم ويسلي يكسب، الناس تنزل تشتمني تحت في الكومنتات. خلينا نشوف كل سايد للاتنين، هم واقفين جنب بعض وانا هقول رايي واللي يحصل يحصل بقى. في الفرونت دبل بايسبس انا مش عارف اديها لمين بصراحه. يعني المستوى بتاع ويسلي السنه دي خرافي، خرافي حرفيا. طبعا كريس بومستيد واكله حرفيا في الرجل، المقارنة صعبة قوي. انا شايف ان اللاتس بتاعت ويسلي اعرض من كريس بومستيد، والكتف اكبر، بس الترايسبس حاسس عند كريس بومستيد اكبر من عند ويسلي. فانا هسيب لكم الاختيار في الكومنتات تحت، لان انا لو حكم في البطوله دي والاتنين دول واقفين قدامي انا مش هعرف ادي اللقب لمين اصلا، حرفيا انا مش هعرف اعمل ايه. خلينا نشوف كده في السايد شيست للاتنين. بصراحه السايد شيست اصعب من البوز اللي قبله اصلا. فانا حرفيا مش عارف اعمل ايه. انا حرفيا عايز اقول لك ان الدراع عند ويسلي احسن، الكتف عند ويسلي اكبر، بس الكتف عند كريس بومستيد اشيك بصراحه. حجم الصدر في الوضع ده هديلي كريس بومستيد. حجم الرجل هنا طبعا من غير ما ابص كريس بومستيد يكسب طبعا. الرجل بتاعته كلها تفاصيل وحجمها اكبر بكتير من ويسلي بكتير، يعني ما شاء الله. خلينا نخش على السايد اللي بعد كده، الدبل باك بايسبس. انا مش عارف اقول ايه بجد، مش عارف اقول ايه في الدبل باك بايسبس غير ان انا اقول ما شاء الله يعني. طبعا في الجلوتس هنا كريس، طبعا في الهامسترنج كريس. ففي الوضع ده انا شايف ان كريس بومستيد اقوى منه بكتير في الوضع ده. حتى الكتف الخلفي عند كريس بومستيد متطور اكتر. انت لو حكم وقدامك الاتنين دول، مين اللي هيفوز فيهم او هتدي اللقب لمين؟ هستنى رايكم في الكومنتات تحت، تقولوا لي انتوا شايفين ان ويسلي يستاهلها السنه دي ولا لا. ولو كان ويسلي بيلعب قدام كريس بومستيد مين فيهم اللي هيكسب المركز الاول؟ طيب واللي حصل في الوزن المفتوح ان هادي شوبان اكتسح المركز الاول. انا بمنتج دلوقتي الفيديو بتاع الوزن المفتوح وهينزل بعد الفيديو ده مباشره باذن الله، واشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله. مع السلامه.